نقطة تفعيل الربح دي ممكن نعمل فيها أي حاجة ولا على الفيسبوك هي بتبقى بالاستمراريه برضو، يعني مع الوقت هتلاقي مثلا الفيسبوك او تيك توك او وات ايفر بيفتح لك بيركس، يعني مميزات كده ما تبقاش موجوده عند اي كريتور تاني، بناء على جوده المحتوى اللي بتنزليه واستمراريتك في المحتوى. فبيفتح لك بقى مميزات، يعني على حسب برضو الواتش تايم، كم حد بيفتح يشوف الفيديو بتاعك للاخر، المده بتاعت الشوفان بتاعتهم قد ايه، كم حد بيقعد يتفرج على المحتوى بتاعك بالوقت والتاريخ والمده والزمن والحاجات دي كلها بيحسبها يعني. وبيبدا يفتح لك بناء عليها مميزات في الحساب بتاعك، تقدري من المميزات دي يعني يحاسبك عليها البلاتفورم نفسها، أو سواء كان تيك توك او يوتيوب او انستجرام يعني. ففي العموم مم. في منها ربح كويس. انا المدرب البوكس بتاعي عموما، ربنا يمسيه بالخير يعني، شخص يعتبر مشهور برضه، كان بينزل محتوى باستمراريه. فكان الفيسبوك من ضمن المحتوى، لان المحتوى بتاعه كان بيحصل على ريكومنديشنز كتير، ففتح له حته ان هو ياخد عائد من المحتوى اللي هو بينزله، يعني عائد كويس بس مش اللي هو دلوقتي، يعني مش ده اللي هعتمد عليه او ده اللي هعول عليه ان هو الحاجه اللي هكبر البيزنس بتاعي عموما يعني. لازم تركيزي بنسبه 100% يبقى على المحتوى اللي انا بعمله عشان اجيب الشخص المهتم بتاعي او افيد العميل بتاعي، وازاي اعرف احول الناس المهتمه اللي بتشوف المحتوى بتاعي ده لعملاء.